السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب نصرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا، وهو طاجن السمك على الطريقة الصعيدية. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبطريقة مختلفة، وأعتقد إن مفيش حد أصلا يعرف الطريقة دي. تابعي معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله هتعملي أحلى طاجن سمك. ونقول بسم الله وننزل بالمقادير. عندي هنا زيت نزلت عليه بكيلو من البصل. كيلو من البصل قطعته على شكل دواير، يعني أنا بقسم البصلة نصين وبعد كده بقطعها على شكل دواير. تمام. هبتدي أقلب كده في البصل، وأول ما يوصل للون ده هحط ربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو، تمام، بتاعة الأكل. وهبتدي أقلب فيه. الكربوناتو فايدتها هنا بتسرع معايا إن البصل يدوب، ما يبقاش باين طعمه أثناء ما أنا بعمل طاجن السمك. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي أقلب، وهتلاقوا فيه فوران كده بسبب الكربوناتو. شايفين دلوقتي كده اللون زي ما انتوا شايفين، وكل ما انا بقلب كل ما اثار البصل بيختفي. هنزل ب5 معالق كبيره من الدقيق، وابتدي اقلب كويس كده مع البصل. طبعا مع التقليب المستمر هتلاقي اصلا البصل ابتدى يعني شكله يختفي تماما. هنفضل نقلب نقلب لغايه ما يبقى لون البصل يعني الدقيق مع البصل يبقى لونه محمر كده. تفضلي قلبي كده لغايه ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. بس حاولي على قدر المستطاع ان انت ما تسيبيش المعلقه من ايدك، يعني تفضلي تقلبي كده علشان الدقيق ما يتحرقش معاكي. حاولي كده قدر المستطاع ان انت طول الوقت تقلبي، ما تسيبيش المعلقه من ايدك، يعني تفضلي قلبي كده علشان هو ما يتحرقش معاكي. هنفضل نقلب لغايه ما يبقى اللون احمر غامق. يعني انا عايزاه اللون الدقيق، شايفين باللون ده، انا عايزاه بالشكل ده. تمام. بعد كده هنزل عليه بمعجون صلصة، أو لو مش عندك صلصة ممكن تستخدمي الطماطم. هتستخدمي 4 طماطميات حجم متوسط، اخلطيهم كويس. بعد كده انزلي بيهم. أنا هنا نزلت ب4 معالق كبيرة من معجون الصلصة وقلبتهم في بعض. وبعد كده هننزل عليهم بلتر من المية وابتدي أقلبه كويس. القوام بتاع طاجن السمك ده أنا عايزاها، دي بنقول عليها صفينة، عندنا في الصعيد بنقول عليها صفينة. دي اسمها صفينة سمك بالصعيدي. بنسيبها نقلب القوام بتاعها. انا عايزاه يبقى شبه قوام البشاميل، شبه البشاميل بس مش يعني مش تقيلة، اخف من البشاميل، علشان بتتاكل بالعيش. عندنا احنا في الصعيد بناكلها بالعيش الشمسي، تمام، او انتوا ممكن تاكلوها بالعيش البلدي، ايا كان العيش اللي انت يعني بتستخدميه عندك في بلدك هتاكلي بيها. وبتعملي جنبها رز وسلطة، وبتبقى ما شاء الله طعمها خطير بجد. لو جربتوا الوصفة دي مش هتبطلوا تعملوها. هنا احنا مش بنستخدم اي توابل، انا ما استخدمتش غير بس شطة، ما استخدمتش اي حاجة تاني غير الشطة والملح. هنا الاول انا بحط معلقتين كبار من السكر لان هي بتعتمد على السكر، وبعد كده حطيت الملح. الاول بحط السكر وبعدين الملح. الملح هنا لما بلاقي الطعم بتاعها بقى خلاص بقي فيه نسبة وتناسب مع بعض كده، الطعم اتظبط معايا. بعد كده عندي طاجن بكون حاطة فيه السمك بكون نقعاه قبلها بساعتين أو بساعة في محلول من الملح والليمون والخل. وبعد أهم حاجة بنكون غسلينه كويس جدا. بعد كده بحطه في الطواجن زي كده زي ما انتوا شايفين، وبدخله الفرن. بتكون شغالة من تحت ومن فوق، يعني بكون مشغلة الشواية ومشغلة الفرن من تحت، تمام، وعلى درجة حرارة 180 أو 200، تمام. وبسيبه أول ما ياخد بالشكل ده ونشوف إن اللون احمر كده من فوق، لان هو السمك بيستوي معانا بسرعه جدا. لو كنت وصلتي بقى معايا لنهايه الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لاهلنا في غزه، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.